الكفته الحيتي بقى، اللحمه المفرومه لازم 80% احمر و20% يكون دهن او ليا. بعد كده الكيلو انا هقول لكم دلوقتي على مقدار كيلو، عليه بصلايه كبيره، بتحطي عليها شويه ملح وتحطيها في الكبه، وبعد كده تعصريها كويس جدا من السوائل اللي فيها لغايه ما يطلع معاكي الميه بالشكل ده. هتبداي بقى تحطي البصلايه. البهارات بقى عباره عن ايه؟ انا حطيت ملح اثناء ما بحط البصل علشان ينزل كل الميه اللي فيه. كيس بهارات الكفته ده يعني تاخديه زي توابل مش اساسي، اوكي. وكمان معايا رشه فلفل، شويه دقيق بقى يعني معلقتين كده بالويم عشان لو في اي سوائل فيها تخرج. ومعانا معلقه صغيره من بيكنج باودر، ودي اللي هتخلي الكفته بتاعتك قد كده. هتعجني بقى كل الكلام ده كويس جدا لغايه ما تلاقي العجينه بتاعتك فيها خيوط كده، هوريها لك دلوقتي. بصوا يا جماعه، حته كفته اهي، اوكي. شايفين بقى الخيوط اللي في الكفته دي كده اهي، تحس ان هي فيها خيوط بسيطه كده. كده الكفته خلاص، سيبيها بقى تشمع في التلاجة حوالي ساعه كده، وبعد كده نبدا نصبحها. شايفين تحس ان هي كلها ماسكه ببعض. معايا كفته خلاص اتشمعت، انا سبتها نص ساعه بس في التلاجة مش اكتر من كده. وميه البصل اهي حطيت عليها شويه بابريكا مدخنه، وكمان معلقه باربيكيو. واللي بقى اللي قادر على حاجه يحطها يعني. بس كده قلبيهم بقى وهنبدا نصبع الكفته بتاعتنا. الكفته انا بحبها ما تكونش رفيعه كده وناشفه، لا انا بحبها تكون مليانه كده ومظبوطه. بلي ايدك في الصوص ده، بعد كده صبعي الكفته بتاعتك. هتقولي لي ده مسن ان انت بتصبعي عليه، بحبه جدا، بحس ان هو بيظبط الكفته معايا. انت لو عندك سيخ او اللي هو شيش طاووق ده صبعي عليه. اللي طالباها مني. شايفين بقى يا جماعه الكفته وجمالها؟ استنى اجيب لكم كده صباع. هي سخنه جدا، عايزه اقطعها لكم. هبدا بقى اسوي بقيه الكيلو وارصه جنبهم وبس كده. هي دي النهارده